السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صباح الورد والياسمين على احلى متابعين، حسب بقى الصباح او المساء اللي هتشوفوني فيه. عملنا مع بعض الكحك والبسكوت، وقلت لكم على كل الاسرار اللي هتنجح معاكم الكحك والبسكوت من اول مره. النهارده باذن الله جايلكم باقوى وصفه للبيتفور، ولو انت اول مره بتعمليه باذن الله هينجح معاكي من اول مره. وهقولك ازاي تطلعي البتفوره معاكي هشه وناعمه جدا، وكمان هقولك على سر التسويه الصح اللي تخلي النقشه معاكي زي ما انت شايفاها كده بالظبط، ما تروحش منك. عايزه منك بس تتابعي الفيديو من البدايه للنهايه علشان تشوفي كل اسرار البتفور عشان ينجح معاكي من اول مره. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا يا حلوين بقى، شجعينا بلايك واشتراك في القناه. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا الفيديو بتاعنا. اول حاجه معايا هنا 700 جرام من الزبده الساقعه، ومعايا كمان 50 جرام من السمنه البلدي، ومعايا 350 جرام من السكر بودر، ومعايا هنا 5 بيضات، 3 بيضات كاملين و2 صفار بيضه. دي المقادير بتاعتنا. اول حاجه بقى هنزل كده بالزبده بتاعتي، واهم حاجه الزبده بتاعتك كده تكون ساقعه معاكي، وكمان 50 جرام من السمنه البلدي. لو مش هتستخدمي سمنه بلدي يبقى 750 جرام من الزبده. تمام. بعد كده بقى هبدأ كده الأول أضرب الزبدة بتاعتي كويس جدا لحد ما تنعم معايا. طبعا في المرحله دي بتبقى لسه جامده من التلاجة. طبعا لما بتيجي كده تضربيها في الاول بتضرب معاكي كده بصعوبه، بس بعد كده بتلين معاكي. هلينها بس كده معايا الاول قبل ما احط السكر بودر. شايفين بالشكل ده. بعد بقى ما لينت معايا كده خالص هنزل بقى 350 جرام من السكر بودر. 350 جرام يعني كوبايتين لو ما عندكيش ميزان. وبعد ما ضربتهم خالص كده مع بعض لحد ما العجينه بتاعتي بقت معايا هشه كده وكريميه بالشكل ده، هبدأ بقى كده انزل بالبيض بتاعي. هنزل كده ببيضة بيضة، وطبعا حطيت الفانيليا مع البيض. وزي ما قلت لك انا بستخدم هنا 3 بيضات و2 صفار بيضة علشان تديكي هشاشة كده للبتفورة بتاعتك ونعومية. هنزل كده ببيضة بيضة، كل ما بيضة تختفي هنزل بالبيضة التانية علشان العجينة تبقى ناعمة معاكي خالص كده. شايفين بالشكل ده. بعد بقى ما ضربت البيض كله كده مع المقدار بتاعي والعجينة سبحت معايا هشة خالص كده بالشكل ده، هنا بقى خلاص العجينه بقت معايا تمام. هوقف بقى المضرب بتاعي وهنزل عليها كده بالدقيق. طبعا عايزه اقولك البيتفور ما بياخدش اي مواد رافعه معايا خالص، يعني لا خميره ولا بيكنج باودر. شايفين. بعد ما نزلت كده بالعجينه كلها على الدقيق هبدا بقى كده هقلب بقى كده العجينه بتاعتي مع الدقيق بالشكل ده بالراحه خالص. طبعا في المرحله دي ما ينفعش باي سباتولا نهائي او معلقه، لازم يكون بايدك عشان تدخلي العجينه بتاعتك كده مع الدقيق لحد ما الدقيق يختفي تماما. شايفين بكفة ايدك كده بالراحة، وبتدخلي كده العجينة مع الدقيق لحد ما تلم كده كلها مع بعضها، وبتختبريها كده على كفة ايدك. لو ما لقيتهاش بتلزق يبقى كده خلاص العجينة مظبوطة معايا وتمام. هنا بقى هاخد كده جزء من العجينة علشان هعمله بالشوكولاتة، ولازم تحط كده معلقة من الزيت او قطعة من الزبدة علشان مقدار كده الكاكاو. هحط هنا معلقتين من الكاكاو وهقلبهم بقى كده كويس جدا مع بعض لحد ما الكاكاو يندمج مع العجينة بتاعتي. ولازم زي ما قلت لك تحطي معلقه الزيت او قطعه من الزبده. بعد كده العجينه جاهزه معايا وكده تمام. هنا بقى هبدا اشتغل، وده التب اللي انا هشتغل بيه. لو رحت لاي محل مستلزمات حلواني قولوا لنا عايزه قمر بتفور. هنا بقى معايا كيس الحلواني. عايزه اقول لكم ان الكيس ده جميل جدا معايا كده بقاله كام سنه وبشتغل بيه، يعني ده افضل انواع الاكياس. هنا بقى بحط العجينه بالشكل ده ومن النص كده وبضغط عليها. شايفين. والعجينه بتنزل معايا سلسه جدا وبكل سهوله. شايفين ما شاء الله.
العجينه سهله معايا ازاي، تنزل بسرعه ازاي، علشان المقادير بتاعتي مظبوطه جدا. هنا بقى كنت خلصت كده الصينيه مع نفسي، وانا بقى هعمل الرسمه اللي هي بالطول ديت، اللي بتبقى شكل البسكوتيه. شايفين سهله معايا ازاي؟ طبعا انا بحاول كده اقصر معاكم الفيديو عشان بس الفيديو ما يكونش طويل معاكم، بس حبيت بس اعمل كده الصينيه دي كده معاكم علشان تشوفوا الرسمه، كمان علشان تشوفوا قد ايه العجينه سلسه جدا وبتنزل معانا بكل سهوله، علشان المقدار مظبوط معانا. شايفين؟ هنا بقى كنت بدات كده تشكيل في العجينه اللي بالشوكولاته. شايفين رسمه البيتفور عامله ازاي؟ وطول ما العجينه مظبوطه معاكي استحاله الرسمه كده هتروح منك، او استحاله تفرش منك. التزمي بس بالمقادير والطريقه، وان شاء الله يطلع معاكي بنفس الشكل. طبعا بقى العجينه مش محتاجه كلام حبايب قلبي. هنا بقى بعد ما خلصت الكميه كلها، وطبعا الصواني اللي طلعت معايا ما شاء الله، طلعت معايا كميه محترمه، يعني من كيلو دقيق طلعت معايا كميه الصواني ديت. شايفين رسمه البتفور عامله معانا ازاي؟ ما شاء الله. جربي كده وقومي اعمليه، والله ما ياخد منك وقت نهائي. حبيت بس كده اوريكي رسمه كل صينيه عشان اقولك البتفور طالع معانا ما شاء الله. وكمان الصينيه دي حطيت عليها كده من الوش بندق، لان مش هزينها، هخليها كده. حبايب قلبي هنيجي هنا بقى للتسويه. طبعا مولعه الفرن بتاعي على الاخر لما يسخن معايا. اول ما يسخن معايا بحط الصينيه بتاعتي، وبعد كده بهدي عليها النار خالص من تحت. اول ما تاخد لون بولع من فوق تاخد اللون الجميل ده، وبعد كده بطفي عليها. ودي تسويه البتفور الصح. شايفين شكل البتفور طالع معانا من الفرن عامل ازاي؟ يعني حاجه كده بتتكلم عن نفسها، بجد روعه. هوريكم كده واحده مع انه لسه سخن، ما ينفعش اصلا اشيله، بس هشيل واحده بس عشان اوريك الظهر بتاعها عامل ازاي. شايفين؟ شايفين اللون بتاع البتفورايه؟ لازم تطلعيها بالدرجه دي، لونها جميل جدا. هسيب بقى كده البتفور لما يبرد معايا خالص، وبعد كده هرجع لكم. حبايب قلبي ادي البتفور بتاعي بعد ما برد خالص وبسته بالشكل ده. شايفين الكميه اللي طلعت معانا، وشايفين الرسمه؟ يعني الرسمه لا فرشت معانا ولا ضاعت معانا خالص، وفي نفس الوقت واخده لون من جميع الجهتين ومستويه جدا. عشان زي ما قلتلك الفرن بتاعك بتسخنيه، وبعد كده بتهديه على درجه 160، وتسيبيه بقى لما ياخد لون من تحت، وتولعي الفرن من فوق الشوايه ياخد لون من فوق، وبعد كده بتطفي عليه، وبيطلع معاكي بنفس النتيجه التحفه. شايفين ما شاء الله؟ عايزه اوريكي بس نوعيه البتفورايه وبتفرق معايا ازاي، ناعمه جدا. هنا بقى هبدا ازين البتفور بتاعي. معايا هنا شوكولاته خام، بجيبها طبعا من عند اي مستلزمات حلواني. معايا هنا شوكولاته بيضه، وشوكولاته سودا، وشوكولاته كمان خضراء. زي ما قلت لك بتجيبوهم من عند مستلزمات الحلواني، وبتسخنيهم كده على حمام ميه. واهم حاجه وانت بتسخنيهم على حمام ميه، الشوكولاته بتاعتك ما تطولش ميه نهائي، لان هي لو طالت ميه بتخرز معاكي. ومعايا كمان طبعا مكسرات وجوز الهند بزين بيهم. اول حاجه انا اقفل كده بشوكولاته، لان الصراحه ما كانش عندي مربى. بتجيبي كده بتفرايه وتغلفيها كده بالشوكولاته من النص، وتحطيها برضو في الشوكولاته اللي انا مسيحاها كده، وباي مكسرات عندك بقى بتغطي بيها بالشكل ده. شايفين؟ طبعا التزيين ده طبعا راحتك انتي، وطبعا برضو بمقدرتك. ممكن تزينيها بشوكولاته بس من غير اي مكسرات، اللي يريحك. شايفين؟ ممكن تستكفي
بالتزيين ده كده وخلاص. انا بقى عشان كان عندي المكسرات دي قلت اما اشتغل بيها. طبعا ده بندق مجروش، وكان عندي برضك شويه فستق كده مجروشين. وزي ما قلت لك بتجيبي كده بوتفرايه تحط في النص كده شوكولاته عشان تقفلي بيها، وهتنزلي كده عليها بالشوكولاته بتاعتك. وانا بقى معايا برضو جوز الهند بقفل بيه، وده شكله بالطريقه ديت. وزي ما قلت لك انت بتجيبي الشوكولاته يا جماعه وبتحطيها في اي طبق عندك، وتحت الطبق ده ميه سخنه، وبتهدي النار عليها، وبتفضلي كده تقلبي فيها كده وهي في الطبق من غير ما يطولها اي ميه نهائي، لان لو طلع بس نقطه ميه كده الشوكولاته هتبوظ منك وتخرز منك. شايفين؟ انا هزين كده بس كام واحده معاكم عشان بس اقولك الافكار بتاعتي، وكده بقى هقعد مع نفسي بقى عشان ازين بقيه البوتفور. لما اخلص بقى هرجع لكم حبايب قلبي. ودي بقى شكل البوتفور بتاعنا القمر بعد ما خلصنا وخلصنا التزيين بتاعه. شايفين شكله عامل ازاي؟ ما شاء الله، حاجه كده فاخر من الاخر، وحاجه كده بتتكلم عن نفسها. ودي طبعا الاشكال اللي انا عملتها، وزي ما قلت لك ما ترتبطيش بالتزيين اللي انا عاملاه، المتاح عندك اشتغلي بيه. شايفين؟ حاجه فاخر من الاخر، يعني لو حابه كده اصلا تهادي بقى حد تبقى حاجه قيمه جدا وجميله جدا. والله احسن ما تشتريه من المحلات الفخمه، والله من غير حلفان. وطعمه كمان بيبقى حكايه، وطبعا كمان بيبقى توفير معاكي. شايفين الاشكال اللي انا عملتها؟ ما شاء الله، حاجه كده يعني بتتكلم عن نفسها، مش محتاجه اي كلام. شايفين؟ يعني من كل دقيق طلعت معانا الكميه المحترمه دي. لو عجبك بقى فيديو النهارده واستفدت منه، شجعيني كده بلايك واشتراك في القناه، وشير الفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. ويا ريت كمان يا جماعه كومنت منكم حلو كده، وما تنسوش اللايك لان انتوا كلكم بتنسوا اللايك وشجعوني. يلا سلام. الفيديو الجاي باذن الله هنزلكم بسكوت الكيس.